هو انت ليه دايما فاكر ان النعمة اللي في ايد غيرك مجانية؟ خلينا نعترف ان احنا بنشوف صورة شخص ناجح او لقطة من حياته اللي بتبان مثالية، عقلنا فورا بيرسم سيناريو يا بختك انت حياتك وردي ومفيش فيها ابتلاءات، فبنحسده واحيانا بنتمنى حياته. بس الحقيقة احنا بنشوف القشرة فقط لا غير، لأنه لو حكى ليك الحكاية كاملة هتحس إنك بتسمع قصة خيالية من كتر ما هي معقدة ومقفلة. فالموضوع دايما أعمق وأصعب بكتير ما أنت متخيل. ربنا سبحانه وتعالى مقسم النعم ومقسم الابتلاءات بميزان دقيق جدا. مفيش نعمة بتيجي من غير ضريبة، ومفيش حياة بتكمل من غير كدر. فخدها قاعدة، عمرك ما هتشوف النعمة اللي في ايد غيرك الا وقدامها ابتلاء انت شخصيا ممكن ما تتحملوش ثانية واحدة. الستر اللي انت شايفه حياة مريحة وراه ليالي سهر ووجع مكتوب ومجاهدة نفس انت مش شايفها. فاطمن على حالك، لان البلاء اللي عندك هو اقصى ما تتحمله، ولو جالك بلاء غيرك كنت هتتهد. فركز في ورقتك وبس كده. سلام.